هنكمل تنظيفات والترتيبات اللي بنعملها بقى، يعني علشان خاطر نستعد كده واحنا للشهر واحنا رايقين ومش ورانا حاجة. هنطلع بقى الديب فريزر ونروقه ونظبطه، علشان كمان التفريزات اللي هنعملها يبقى لها مكان، ونوسع كده عشان الواحد لما بيقعد فترة مش بيرتب الديب فريزر بيبقى بيلاقيه كله فوق بعض. هطلع كده درج درج وهفضيه، وهشوف ايه الحاجات اللي عايزه استخدمها في الاول هقربها لايديا، والحاجات اللي مش عايزه استخدمها دلوقتي هخليها جوه شويه. مسكت اول حاجه الدرج بتاع الخضار، حاطه فيه كده كل الحاجات اللي هي الطماطم والبتنجان والقرنبيط وكل الحاجات اللي انا مفرزاها. فضيتها خالص وطلعته غسلته ورجعته تاني. الفريزر ما بيستحملش على طول، بيقعد يزمر، فروحت مطلعه الدرج خالص بره كده على الكرسي، وقلت اشتغل بره براحتي وبعد كده ابقى ادخله. هنا جبت الكياس بتاعه الفول اللي احنا لسه مدمسينه، جمدته بره زي ما قلت لكم. انا بجمده في الفريزر بتاع التلاجة الاول، وبعد كده بحطه في الديب فريزر زي ما انتم شايفين كده، بيبقى مرصوص فوق بعضه كده وبيبقى شكله حلو وكمان مش واخد مساحة. هنا هو ده، هنا انا لما شلته بشيله زي ما انتم شايفين كده بالطريقة دي، بحطه في اكياس وبعد كده بدخله فريزر التلاجة يجمد على الوضع ده. فلما اجي ارصه في الديب فريزر ما ياخدش معايا مساحة، ويبقى كلهم كده واقفين فوق بعض، يبقى شكلهم حلو والمساحة نفسها قليلة. هنا اهو خدت الرف اللي فوق وكمان الرف اللي تحت برضو حطيت فيه باقي الكياس اللي اتبقت، وبعد ما جمد معايا خالص خدته ووديته على الديب فريزر زي ما انتم شايفين كده. رصيته من الرصه دي، فمش بياخدوا مساحه معايا وبيبقى شكلهم حلو وبياخدوا معايا عدد كبير. دي اكياس الطماطم اللي متبقيه من التفريزه اللي فاتت، غير الجديده اللي احنا لسه عاملينها، فقلت اخليها قريبه برضو عشان استخدمها الاول، اخلصها هي الاول وبعد كده ابدا في الجديد. الترتيب والتنظيم للحاجة كده كل شوية بيخليكي انت عارفة حاجتك وعارفة انت عندك ايه ومش عندك ايه، وبيبقى كويس ليكي ان انت تعملي كده، وبالذات كمان واحنا داخلين على الشهر الكريم، فده برضو هيبقى احسن بكتير. دي اكياس بتاعة البتنجان المشوي، بشوي البتنجان زي ما قلت لكم، احنا بنحب بابا الغنوج كتير، فبشوي الكياس زي كده وبخليها جاهزة على طول على الاستخدام. اطلعها تفك معايا واشوي بصلتين ونعمل بقى بابا الغنوج، وان شاء الله نعملهم مع بعض في فيديوهات جاية. ده كده كانت علبة عندي باقي عدس وباقي حمص عشان خاطر الكشري، نعمل برضو كشري ان شاء الله الاسبوع الجاي. فده يبقى جاهز معايا، ما بقاش محتاجة ان انا كل شوية اسلق تاني. ده بقى الزيتون واخر كيس قلقاس عندي واخر كيس بامية، وشلتهم. ودي قرنبيط برضو اخر كيس، وده الورق العنب اللي احنا فرزناه مع بعض. فترتيب الحاجه كده وتبقي عارفه حاجتك، هتبقي عارفه يعني انت نفسك لما تيجي تطلعي الحاجه مش هتكركبيها، وهتبقي منظمه وعارفه دنيتك عامله ازاي. والدرج على فكره لسه فيه مساحه، انه شايل الحاجات دي كلها ولسه فيه مساحه يشيل برضو حاجات تاني. ده الدرج التاني، ده الدرج اللي انا حاطه فيه اللحوم او الاسماك، فرشه فيه شنطه زي ما انتم شايفين كده، بتخلي الديب فريزر على طول نظيف، ما تخليش فيه اي بقعه ولا اي حاجه، ولو في اي بقعه ولا حاجه هتيجي على الشنطه اغيرها واحط شنطه غيرها، بيبقى اسهل في النظافه واسهل في التغيير على طول. هنفتح بعد كده الدرج الاخير اللي تحت، ما هنا ده درج العيش، ده درج العيش. درج العيش ده طبعا اكتر درج بيبقى مش نظيف، علشان خاطر الرده بتاعه العيش على طول، كل ما حد يجي يطلع عيش من الاولاد ولا حاجه بيبقى متبهدل دايما. فهطلعه برضو، نطلع العيش والحاجات اللقم الصغيره والحاجات دي هحطها في كيس لوحدها، وهمسحه ونرجع العيش تاني ونظبطه ونوسع مساحة برضو عشان لو جبنا عيش جديد يبقى في عيش جديد. هرص العيش كله كده رف واحد فوق بعض، وهجيب كمان كيس العيش اللي انا طلعته دلوقتي هحطه جنبهم، واي حاجة تخص العيش هحطها هنا. كان في كريب، كان في جلاش، اي حاجة من الحاجات دي هحطها كلها هنا في الدرج بتاع العيش. مسحت بقماشة كده وشلت الردة اللي موجودة فيه. بقى القمردين اللي انا عاملاه من وقت المشمش، عملت كذا واحدة بس دول خلصوا، دول اللي اتبقوا بقى اللي هيكفونا في رمضان، هنمشي بيهم زي ما يكون بقى. ولفة الجلاش والكريب واي حاجة تخص العيش هحطها هنا في درج العيش. بس كده هنخش بعد كده على الاخير. انا كنت حاطه فيه سمنه بلدي ولبن، برضو كان نضيف نوعا ما، فهلمعه برضو بقماشه وهقفله تاني، ويبقى كده انا عارفه كل الادراج بتاعتي فيها وارتبها علشان لما نيجي نفرز اي حاجه او نيجي نشيل اي حاجه نلاقي لها مكان. كتر الكركبه بتخلي الاماكن زحمه وما فيهاش نظام، فعلى طول كده نرتبها.
الدرج هنا كان معصلج معايا، برفعه لفوق سنه كده واشده يتشد معايا على طول. ده الدرج ده مش هاجي جنبه زي ما هو كده، ده الدرج بتاع المانجا من فرزها من موسم المانجا، واي فاكهه واي كيس فاكهه ببقى عايزه افرزه بحطه فيه. وده الشرش بتاع القشطه اللي احنا عملناها للسمنه البلدي، شايلاه برضو علشان خاطر ايه قريب نعمل بيه اي حاجه. هكمل بقى تنظيف باقي الأجهزة في المطبخ. دخلت بعد كده على الفرن، رشيت فيها منظف الدهون، ودعكته كده دعكة حلوة برضو علشان كان ليا فترة ما عملتهوش. بس هو كان نظيف نوعا ما، يعني في حتة بس اللي هي الباب، هو الباب اللي كان عليه كمية دهون كتيرة، علشان خاطر ايدينا كانت فيه على طول، وايد تلطيخ العيال مكان سندة ايديهم او اي حاجة قدامهم كانوا بيسندوها على الفرن عشان هو اقرب حاجة في طريقهم، فكان الباب متبهدل على الاخر. فغسلته بقى كويس من بره ومن جوه ودعكته، بس دعكته بقى بالسلكه اللي هي الناعمه مش السلكه الخشنه، عشان السلكه الخشنه بتشيل الاسم بتاع وايت ويل ده، والرسمه البيضه دي الخشنه في مره كده كنت بدعك فشلتها، فلما باجي اغسل دلوقتي بغسله بالسلكه الناعمه علشان خاطر ما الاسم ما يتشالش من عليه. دعكته كويس قوي، وجيت من تحت برضو الاطراف دي كلها، جبت سكين جبت مقص ودخلت اطرافه كده، ونضفت برضو من جوه، وشلت الدرج بتاعه اللي من تحت، وشلت الشبكة وشلت الصاج، وهرش عليهم دلوقتي هنشوف مع بعض. خلصت الفرن وشلت الازرار بتاعتها برضو، غسلت من تحتها وغسلت من فوق ولمعتها كويس. وبعد كده ده الدرج اللي بيبقى من تحت، اللي بيبقى شايل كل الدهون وشايل كل الردة بتاعت اي العيش بقى وكل حاجة، رشيت عليهم الدهون، وبعد كده سبته شوية حلوين، وبعد كده ابتديت ان انا ادعك فيهم علشان ارجعهم تاني زي ما كانوا. بحب على طول ادعكه بصراحة ويبقى نظيف زي ما هو، ما احبش ان انا مثلا اعمل عليه حاجة واسيبها، لا على طول، لان انا بستخدم الصاج ده في المخبوزات. لما باجي اعمل مخبوزات بحب استخدمه على طول، فهو بينفعني جدا بصراحة، فبحب اخليه على طول نظيف. وعموما اي حاجة في المطبخ يعني الواحد لو ايدينا فيها على طول مش هتبقى النظافة بتاعتها صعبة بعد كده، يعني وقت ما نيجي ننضفها هتنضف معانا من اقل دعكة، هتنضف معانا على طول. والشبكة دي برضو كانت في ليها فترة برضو ما اتعملتش، فعملتها كلها برضو الاطراف بتاعتها، جبت عملت الاطراف والحتت الصغيرة اللي مش بنقدر ندخل لها بالسلكة، ونضفتها برضو كويس ولمعتها على الاخر. وبعد كده شلت الفرن نفسها على جنب، وبعد كده غسلت من تحتها خالص الرخامة بتاعتها، غسلتها كويس، وغسلت الحيطة اللي وراها، وبعدين رجعتها تاني، فبقت الحمد لله الركن بتاع الفرن ده خلاص نضفناه وبقى تمام وكل حاجة. هيبقى ناقص معايا حاجات خفيفة كده هنخلصها برضو، هوريها لكم احنا ايه بنشتغل. انا عايزه اقول لكم ان انا السنه اللي فاتت في رمضان كنت راقده على السرير، فانا فرحانه قوي وانا بنظف الحاجات دي السنه دي، فربنا يا رب يديني الصحه ويدي كل واحده الصحه لبيتها ولولادها، ويبعد عننا الامراض ويبعد عننا اي وجع في الجسم يا رب ان شاء الله. بصوا بعد كده مسكت المطبخ بقى من بره، انا كنت عملت المطبخ من جوه كله بس بصراحه نسيت اصوره. والله انا مش عارفه ازاي بنسى، والله انا بلاقي نفسي ايديا اخداني حته ورا حته، ضرفه ولا ضرفه، الاقي نفسي خلصته بعد ما اخلص اقول هو انا ما صورتوش ليه. فبلاقي نفسي انا بص ايديا بتاكلني كده وخلاص اخلصهم، عايزه اخلص بقى وعايزه انجز علشان اخلص قبل رمضان باذن الله واكون مخلصه، فبنسى والله. فانا دلوقتي خلصت المطبخ من جوه، فجيت بقى من بره كان خلاص عايز ادعكه. المطبخ ده خشب، فمش بدعكه بالسلكه هي الفرشه اللي هي اللي هي الستانلس دي، بدعكه بالسلكه الالمونيا القديمه بتاعتنا دي. بصراحه بيرجعوا جديد، وبيرجعوا زي ما هو كانه لسه شارياه. المطبخ ده مطبخي من ساعه جوازي، يعني ده لي عندي 16 17 سنه، فالحمد لله حالته كويسه، على طول ايديا فيه فبيبقى كويس. دخلت بعد كده على البوتاجاز برضو، كان البوتاجاز خلاص بقى كان اخر حاجه برضو، عايزه اغسله واغسل العيون بتاعته. عايزه اقول لكم على حاجه، شايفين اللي هو الفرش اللي انا حاطاه ورا ده، اللزق اللي انا حاطاه ورا اللي انا بمسحه دلوقتي ده، انا هقربه لكم دلوقتي واوريه لكم. ده تقريبا احنا كنا فرشينه مع بعض في فيديو من كذا سنه. عايزه اقول لكم ان انا مغيرتوش من ساعتها، والحمد لله هو حلو ونوعه حراري، لا كش ولا مثلا اتحرق ولا اي حاجه ولا اتبهدل ولا اي حاجه. كل اللي كنت بعمله بعد اي طبخه ان انا بلمعه بقماشه فيها صابون وخلاص على كده. مسكت بقى العيون كلها وحطيت عليها خل، وحطيت عليها كان اخر حبايه كربونات عندي، حطيتهم عليهم ونقعتهم في شويه ميه وسبتهم لحد ما دعكت البوتاجاز. مسكتهم واحده واحده وغسلتهم، وبعد كده سبتهم ينشفوا.
ورصيتهم بقى تاني زي ما كانوا. وكده انا حسيت ان انا خلاص يعتبر انا فاضل لي حاجه بسيطه في المطبخ، وكده اقدر اقول ان المطبخ الحمد لله خلص. وكمان التفريزات باقي التفريزات اللي انا قلت لكم هننزل بيها ان شاء الله الجزء التاني برضو خلصتها، بس ان شاء الله الفيديو ده هينزل الاول وبعد كده هنزل لكم الفيديو بتاع التفريزات. فرب ان شاء الله تكونوا استفدتوا باي معلومه من الفيديو. لو الفيديو عجبكم ومعايا مستمرين لحد دلوقتي ما تنسيش اللايك، وادعي لي دعوه حلوه وكومنت حلو بقى يشجعني ان انا اكمل فيديوهات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.